الساعة 5:30 تقريبا بالليل يوم 6 أكتوبر 73 طلعت طيارة هليكوبتر مصرية على خطوط القتال قرب الأنطرة شرق في مرجم. الطيارة كان فيها 3 ضباط مخابرات بلبس مدني، وأول ما استقرت الطيارة على الأرض نط ال3 ضباط وهما ماسكين مصابيح وبيدوروا على شخص مهم جدا وسط جثث الأعداء. الشخص ده ما كانش وزير الدفاع الإسرائيلي مثلا، كان جندي عريف إسرائيلي اسمه موشي زكي رافي، بس الحقيقة إنه كان بطل مصر وهو الشهيد عمرو طلبة أو العميل 1001. أهلا بيكم، أنا علا أبو السعدات وبرنامج عين. تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. لما حصلت نكسة 67 كان في مهاجرين كتير بيروحوا إسرائيل من كل دول العالم، فكانت فرصة للمخابرات المصرية إنها تزرع عميل جوه إسرائيل، ومش في المجتمع الإسرائيلي وبس، لأ، ده جوه الجيش الإسرائيلي نفسه. ولكن إزاي دي مهمة كده تبقى مستحيلة؟ فكان لازم يلاقوا شخص بمواصفات خاصة يقدر يندمج في المجتمع الإسرائيلي، فما كانش ينفع يكون يهودي ولاؤه لمصر مثلا، لأن ده طبعا مستحيل. فالحل إن يكون العميل مصري وولاؤه الكامل لمصر، وسنه تقريبا 18 سنة علشان يكون في سن التجنيد، ويخلقوا ليه تاريخ شخص يهودي. الشخص اللي هيتم تجنيده وهو شخص اسمه عمرو طلبة. عمرو راح للمخابرات بكامل إرادته علشان يساعد وطنه بأي طريقة، وتم تدريبه على أعلى مستوى، وفعلا أثبت كفاءة كبيرة جدا، واختبروه وتأكدوا إنه أنسب واحد للعملية الخطيرة دي. ونقف بقى هنا شوية وهنرجع نكمل تاني. عمرو طلبة كان شاب وسيم رياضي في إعدادي هندسة، عنده 18 سنة، من عيلة محترمة ووطنية، ويقال إن والده ضابط كبير في الجيش المصري، وحالته الاجتماعية كان خاطب وبيحب خطيبته جدا اللي كانت كمان جارته في نفس الوقت. ونرجع بقى لحكايتنا. كانت المهمة الكبيرة وقتها إن المخابرات يلاقوا تاريخ يهودي لعمرو طلبة، فقعدوا يراجعوا أكتر من 3000 ملف يهودي من يهود مصر لغاية ما وصلت ليهم معلومة لا تقدر بثمن. جات لهم شهادة وفاة لشاب يهودي مات في مستشفى المبرة بطنطا، وما قدروش يستدلوا على أهله علشان طبعا يبلغوهم بخبر وفاته. الشاب ده اسمه موشي زكي رافي، وطبعا بسرعة أخفوا خبر وفاته لغاية ما يعملوا تحريات عنه. ونقف بقى هنا شوية ونرجع تاني. موشي زكي رافي اتولد في حارة اليهود، ووالده كان بيتاجر في الحاجات القديمة اللي بيجيبها من مقالب الزبالة، ووالدته اتوفت وهو صغير. موشي ما قدرش يستحمل العيشة وسط الزبالة، فقرر يهرب من والده وهو صغير، وراح على طنطا يتنقل من شغلانة للتانية، واتصاب بمرض رئوي من سوء التغذية، ومات في مستشفى المبرة بطنطا. وبعد 3 شهور والده هو كمان اتوفى واتدفن في مقابر الصدقة، لأن ما كانش ليه لا أولاد ولا قرايب. طبعا موشي رافي كان أنسب شخصية يهودية تكون تاريخ لشخصية عمرو طلبة الجديدة، فابتدوا تدريب عمرو على قدم وساق. عمرو طلبة كان مطلوب منه إنه يتقمص شخصية موشي رافي ويعرف كل تفاصيل حياته بكل دقة، شخصيته وميوله وطريقته وأفكاره وذوقه وكل حاجة. ابتدى عمرو طلبة يشوف عشرات الصور لرافي وهو في حارة اليهود، وسافر طنطا كمان وزار مصنع الزيوت اللي كان بيشتغل فيه رافي، وعمل نفسه إنه مفتش صحة، وابتدى يعرف معلومات أكتر عن موشي. وفعلا عرف تفاصيل كتير واتدرب على أعلى مستوى، وقدر يكون يهودي الهوى والهوية. لغاية إبريل سنة 69 راح عمرو طلبة على حارة اليهود بشخصية رافي، وأول حاجة عملها إنه سأل على والده زكي رافي. الناس في الحارة فرحوا بيه جدا لأنه كان غايب من وهو طفل صغير وأخيرا رجع، ولكن يا خسارة بعد ما باباه مات. بس الصراحة كان عمرو طلبة ممثل شاطر، مثل الحزن والندم كويس قوي عليهم، وقعد يبكي والحارة كلها كانت بتواسيه. أهل الحارة ساعدوه كمان إنه يوصل لمتعلقات والده في المستشفى واللي كانت في عهدة الحكومة، والمتعلقات عبارة عن بطاقة شخصية وصورة شخصية لابنه ومبلغ كده صغير. وابتدى يجمع أوراق على قد ما يقدر لغاية في مايو سنة 69 ابتدى مشواره الصعب. قدر ياخد وثيقة رسمية باسم موشي زكي رافي من خلال الأوراق اللي جمعها، وسافر على أتينا ومنها على كوالالمبور، وهناك ابتدى يدور على شغل، وفعلا قدر يلاقي شغل في مصنع بسكويت، لكن ما قدرش يستحمل الشغل فيها، وقعد 2 شهر بعد كده
عاطل عن الشغل، وكان في الوقت ده بيقعد بقى على قهاوي كتير متواضعة يمكن يلاقي حد يشغله، لغاية ما قابل واحد يهودي اسمه تصادوق، كان بحار على سفينة يهودية، كلمتين من هنا على كلمتين من هناك بقوا أصحاب. ففي وسط الكلام ابتدى صدوق يغريه بإنه يسافر على إسرائيل، وموشيه كده عامل نفسه إنه مش مهتم أو يعني مش في دماغه، فصدوق يغريه أكتر وأكتر بإسرائيل وإنها جنة الله في الأرض. فموشيه واحدة واحدة كده بين له يعني إنه اهتم بكلامه شوية، وشوية شوية موشيه بين ليه إنه متحمس من كلامه وموافق يسافر على إسرائيل. وفعلا سافر في أغسطس سنة 69 ووصل ميناء حيفا وسجل اسمه في كشوف المهاجرين وبقى مهاجر رسمي في إسرائيل. أهم تعليمات كانت من المخابرات لعمرو طلبة أو موشيه رافي إنه ما يحاولش يعرف أي معلومة أو يبعت أي معلومة مهما كانت أهميتها لغاية ما يدوله التعليمات بكده، لكن كل مهمته إنه يندمج في المجتمع الإسرائيلي ويكسب ثقة اللي حواليه وبس على كده. وفعلا ابتدى يتعايش في المجتمع ويتعلم اللغة العبرية كنوع من التمويه لأنه أصلا كان بيتقنها، وشاف بعينه إن إسرائيل أرض بؤس وشقاء مش زي يعني ما كانوا بيصوروها. ما علينا، سافر موشيه رافي على القدس علشان يدور على شغل، وفعلا لقى شغلانة بسيطة في مستشفى، والصراحة كانت حالته كرب على الآخر، لا عنده بيت ولا معاه فلوس، فكان بيقضي يومه كله في المستشفى وبينام بالليل على كرسي، لغاية ما شافه دكتور أمريكي صعب عليه جدا، ولأنه لقاه يعني شاب مهذب فحب كده يعطف عليه، فاداله أوضة في جراج بيته. ولكن الدكتور ما قدرش أصلا يستحمل الحياة في إسرائيل عامة، فرجع على أمريكا. وقتها موشيه قرر يروح على تل أبيب علشان يدور على شغل تاني، ولقى فعلا شغل في دار نشر صغيرة وصاحبتها ست كبيرة في السن، بس لأن موشيه رافي كان حلو كده حبتين ودمه طبعا خفيف، فالست وقعت في حبه وطلبت منه إن يعيش معاها في بيتها. كان مطلوب من موشيه أو عمرو إنه يجاريها يعني كده لفترة. وبعد فترة وهو في دار النشر ظهرت ست تانية اسمها سوناتا، صديقة لصاحبة دار النشر وفي نفس سنها تقريبا، والأهم بقى إنها بتشتغل عضوة في الكنيسة الإسرائيلي. سوناتا شافت عمرو فحبته هي كمان، وبقت بتتقرب منه وتلفت نظره، وبقت رايحة جاية على دار النشر قال بتزور صاحبتها، وصاحبة دار النشر لاحظت طبعا وابتدت تغير، وكده بقى في 2 ستات بيتخانقوا على عمرو. ولكن سوناتا هتكون مهمة أكتر لعمرو طلبة، فعمل نفسه وقع في حبها وافتعل خناقة كده مع صاحبة المكتبة وقال لها أسف يا بيبي مش هينفع نكمل مع بعض، وكمل طريقه مع سوناتا. سوناتا بقى كانت متجوزة وجوزها حس بعلاقتها مع عمرو وصار ثورة عارمة، ولكن وقفت في وشه واتحدت الكل علشان تنقذ قصة حبها، وبقت بتاخد موشيه في كل الأماكن العامة والحفلات الكبيرة اللي فيها أهم قادة وعلية القوم في إسرائيل، وابتدى يندمج في المجتمع الجديد، وطبعا عرف معلومات مهمة جدا، ولكن افتكر ان لسه ما فيش أوامر انه يبعت أي معلومات مهما كانت مهمة، والتعليمات بتوصله ان كل اللي عليه انه يجاري سوناتا اللي بتحبه وبس. لغاية شوية وجاله التجنيد الإجباري زي طبعا أي مهاجر جديد، فصاحبته سوناتا اتوسطت ليه انه يكون في مكان ما فيهوش قلق، وودته باتصالاتها ان مكان تجنيده يكون في إدارة البريد العسكرية، يعني يبان مكان كده خفيف وما فيهوش قلق. بس الصراحة كان كنز معلومات وواقع في ايده، وابتدى يشتغل وأثبت كفاءة كبيرة من غير ما يسعى لأي معلومات زي الأوامر، وقدر يكسب إعجاب وثقة القادة الإسرائيليين، وده كان أهم شيء، وخلص تجنيده. فالقادة خلوه في نفس الشغلانة في إدارة البريد كمدني. وفي النص الأخير من سنة 72 شوية وتواصل معاه شخص على إنه صديق قديم من أثينا، وقال له كلمة السر اللي طبعا كان متدرب عليها مع المخابرات المصرية، وكانت إشارة ليه إنه يبتدي يبعت معلومات معينة. ونفس الصديق بعت له هدية عبارة عن أدوات حلاقة بتتركب بطريقة معينة وبتبقى جهاز لاسلكي صغير، وفعلا ابتدى الشغل وبعت لهم سيل من المعلومات لا تعد ولا تحصى. ده بيشتغل في البريد العسكري يعني معلومات من الآخر. المهم في الوقت ده جات له أوامر صارمة من المخابرات المصرية إنه لازم يعمل مشكلة مع سوناتا ويسيبها فورا، بس سوناتا كانت بتحبه وماسكة فيه بإيديه واسنانها، فما لقاش قدامه غير سيناريو خيانة، أصل الخيانة بتوجع الستات قوي. اتعرف على بنت حلوة وجابها البيت سوناتا وهي مش موجودة،
ولما جت طبعا شافتهم غضبت وصارت ثورة عارمة. وهنا قال لها برضو أنا آسف يا بيبي، مش هنقدر نكمل مع بعض. ولكن سوناتا كانت ست قوية ومش سهلة، فقررت تنتقم. فزي ما ودته مكان خفيف في التجنيد، ودته برضو باتصالاتها لمكان كله خطورة، وهو أقرب نقطة لخط المواجهة. وفعلا اتنقل لإدارة البريد المركزية في مركز العمليات في مرجم. والصراحة نشكر سوناتا لحسن تعاونها، لأن ده اللي كانت عايزاه المخابرات المصرية بالظبط. وقدر موشيه أو عمرو في مكانه الجديد إنه يجمع معلومات أهم وأخطر من قبل كده 100 مرة عن الجبهة الإسرائيلية. زي إيه؟ زي تحركات القوات وأماكن الأسلحة ومناطق تمركز المدرعات والمدفعية ومصادر التموين وأسماء الجنود والضباط، وكل معلومة بتقع تحت إيده يبعتها فورا للمخابرات المصرية. وفي نفس الوقت كان مصدر ثقة كبيرة جدا للقادة في إسرائيل والضباط والعساكر، والكل كان بيحبه جدا. المهم كان خلاص قربت حرب أكتوبر. صدرت الأوامر المصرية الساعة 2:10 يوم 6 أكتوبر سنة 73 إن يتم إنهاء عملية العميل 1001 عمرو طلبة قبل بداية الحرب. والساعة 2:05 المخابرات المصرية بعتت أوامر لعمرو طلبة إنه يروح بسرعة مبنى خشبي وهو عبارة عن نقطة طبية في مرجم. ونفس الأوامر أخدوها طيارين الضربة الجوية الأولى إنهم ما يضربوش المبنى ده مهما كانت الأسباب. عمرو طلبة سمع التعليمات، ولكن الحماس أخده ورفض يسيب موقعه، والأول مرة خالف الأوامر. وحصلت الضربة الجوية الأولى، وابتدى يبعت معلومات كتيرة للقيادة المصرية، وصوت الانفجارات حواليه في كل مكان. طلبوا منه رجال المخابرات يسيب موقعه بسرعة، وهو مش شايف ولا سامع إلا إنه يبعت معلومات ونتائج القصف اللي بيحصل وخط سير القوات، ومعلومات كتير كتير بيبعتها بصوته ومن غير حتى شفرات. كان كل همه المعلومات توصل من غير أي اعتبارات. وفجأة اتقطع الإرسال تماما، أو سكت صوت العميل 1001، لأن موقعه للأسف اتضرب واستشهد وسال دمه الطاهر على أرض سيناء. وانتصرنا في 73. انتصرنا بفضل بطولات كتير، ومنهم بطولة من أعظم البطولات المصرية، قصة عمرو طلبة أو العميل 1001. كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.